هي قوة دافعة كهربائية متولدة بواسطة تحريك ساق موصلة داخل مجال مغناطيسي، وهي حالة خاصة من الحث الكهرومغناطيسي. هنا مجال مغناطيسي داخل على مستوى الورقة كثافته B، وساق موصلة توجد داخل المجال تتحرك بسرعة مقدارها V، وتولد قوة مغناطيسية FB1 حسب قاعدة الكف اليمنى. عند حركة هذه الساق تتولد على طرفي شحنات موجبة وسالبة، ويتولد مجال كهربائي بينهما، وتكون القوة الدافعة الكهربائية الحركية تساوي VBL. الاشتقاق. حركة ساق موصل داخل مجال مغناطيسي، مجال مغناطيسي داخل على مستوى الورقة كثافة فيضه B، والسلك بشكل حرف C مثبت به مصباح، وتوجد ساق مغناطيسي، ساق موصلة هذه الساق الموصلة تتحرك على هذه السكة التي بشكل حرف C. نلاحظ عند حركتها سوف تتولد على طرفيها قوة دافعة كهربائية، ويمر تيار يتوهج به المصباح، وينتج منه أيضا قوة معرقلة FB2. الاشتقاق.